صباح الفل على عيونكم حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان بيعدي يوم ورا يوم، وكل يوم أول ما نصحى من النوم نسأل بعض السؤال التقليدي: هنفطر إيه النهاردة؟ تعبنا من كتر الأفكار، كل يوم بتفكري تعملي إيه؟ النهاردة ربنا ألهمني أطلع بقى عن النظام التقليدي وأعمل شوية فتة سوري. فتة سوري يعني عيش شامي متحمص ورز أصفر بالبهارات الجميلة وشوية فراخ واخدة ريحة الشوي، وكمان هنقدمها مع شوية. طبعا الفتة متنفعش من غير التومية السوري بالطريقة الأصلية من الشيف من مصدرها الأصلي، وكمان هنقدمها مع شوية خيار مخلل وشوية سلطة خضراء. ويكون العصير بتاعنا النهاردة اللي معانا على سفرتنا صوبيا بطريقة مميزة وبنكهة لذيذة جدا. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي على طول. واول حاجه في وصفتنا النهارده هنتبل الفراخ. انا معايا هنا صدور فراخ هقطعها كده لشرايح، ما تكونش رفيعه قوي ولا سميكه قوي. هيكون معاكي كده صدرين فرخه قطعيهم، ودي طبعا الفراخ بتاعتي اللي انا مربياها الحمد لله، عملت لي مخزون في شهر رمضان، بسحب منها وبنوع وبعمل كل الاصناف اللي انا عايزاها. قطعي بقى الصدور لشرايح كده بطول الصوبع، وقلنا يكون سمكها متوسط، لا تكون تخينة قوي ولا رفيعة قوي. واول حاجة لازم تعمليها بعد تقطيعة الفراخ تتبلي الفراخ لازم تقعد في التتبيلة دي على الاقل يوم او على الاقل 5 ساعات قبل ما تعملي الوصفة. هتبلها بقى بشوية بهارات مميزة، معايا سماق، معايا توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، كمون، كاري، كزبرة ناعمة، بابريكا، وشوية طبعا فلفل اسود. ومعاكي كمان مكعب مرق. انا ما حطيتش هنا ملح لان مكعب المرق مالح، وكمان الصويا صوص اللي هحطها ملح. وطبعا كل البهارات دي ربع معلقه او على حسب كميه الفراخ اللي هتعمليها. انا عامله هنا صدرين فراخ فحطيت على كل حاجه ربع معلقه. انزلي بقى بالتتبيله السايله. معايا قلنا صويا صوص، معايا دبس رمان، معايا كمان نص معلقه بودره برتقان، وكمان معلقه صلصه صغيره ومعلقه هريسه حراق. وانزلي كمان بشويه زيت. وهنزل كمان بعصرة ليمونة كبيرة. وكمان في إضافة جميلة جدا ومميزة جدا وبتديها طعم مميز جدا، عصرة نص برتقانة. البرتقان البلدي متوفر، اعصري كده نص برتقان. بودرة البرتقان اللي عملتها ده كان قشر برتقان نشفته وبعد كده طحنته وحفظته عندي ببرطمان، بيدي نكهة وريحة فظيعة للتتبيلة دي. قلبي بقى كل الفراخ في التتبيله الجميله دي، خليها كده تتشرب من كل حاجه، وكمان هضيف لها حوالي نص كوبايه زبادي. قلنا يا جماعه التتبيله دي وكميتها على حسب كميه الفراخ اللي انت هتعمليها. قلبي بقى الفراخ بالزبادي بكل البهارات السايله والجافه. وكمان ما ننساش، طبعا نسيت اقول لكم نحط معلقه توم مفروم، يبقى مع التوم البودر معلقه توم فريش مفروم. وبعد ما قلبنا الفراخ في التتبيله هغطيها وادخلها التلاجة على الاقل 5 ساعات. وخليكي شاطره بقى وحركه كده في المطبخ قبل ما الفراخ تتبل، قطعي العيش وحمريه كمان ويبقى جاهز عندك. معايا هنا 3-4 رغيف عيش شامي. العيش الشامي ده بيبقى خفيف جدا لما تيجي تحمريه وتفكيه كده من بعضه كانك بتاكلي شيبسي. مميز جدا في الفته. قطعيها كده الأرغفة إلى شرايح بالطول، وبعدين الشرايح اللي بالطول دي لمربعات، يعني لا هي كبيرة أو ولا صغيرة قوي، بطريقة عشوائية. بتقطعيها بالمقص بتاع المطبخ، بيكون بيسهل عليكي التقطيع بسرعة. وفي طاسة بقى فيها زيت سخن على النار ابدأي حمري العيش، ما تنزليش كل مرة واحدة، شوية شوية. اوعي تسيبيه في الطاسة وتعملي حاجة تانية لأنه بيحمر بسرعة جدا. أنا عايزة لونه يبقى اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللون الذهبي الجميل اللي يفتح النفس ده. لو غمق بيمرر ويبقى طعمه وحش وشكله وحش في الطبق. كل ما تحمري شويه ارفعيهم على طبق فيه ورق مناديل علشان يمتص الزيت. انت اصلا مش هتحسي ان هو مقلي، انت كانك بتاكلي شيبسي. يعني ممكن كمان تقعدي تاكليه سناكس كده في وسط الاكل من كتر حلاوته. نخلص كل الكميه وشايفين اللون وما بخدش مننا وقت بالمره، شايفين جماله. على طول ارشه كده بشويه ملح وفلفل اسود. ويلا بقى نعمل التوميه اللي هي بتكمل جمال الوصفه دي. انا معايا هنا نص كوبايه نشا، هحط عليها كوبايه ميه. ما تفكريش ان الكميه دي صغيره، دي هتعمل لك كميه كبيره هتقعد معاكي كام يوم كمان. لو انت عايزه تحطي كوبايه نشا هتحطي عليهم كوبايتين ميه. قلبي بقى النشا والميه الاول قبل ما ترفعيهم على النار، وبعدين ارفعيهم على النار وافضلي قلبي لحد ما تتخن معاكي بالشكل ده. خدي بالك بقى، مش اول ما تتخن معاكي تطفي النار، لا، ده انت هتوطي النار ولازم تقعدي تقلبي فيها وهي على النار ما يقلش عن
5 دقايق لحد ما يبقى لون النشا شفاف وعامل زي الجل كده قدامك. شايفين؟ تقلبي مدة ما تقلش عن 5 دقايق على نار هادية علشان النشا يستوي كويس. وبعد ما سوينا النشا افضيه في طبق وادخله في التلاجة لحد ما يبرد تماما. مش هستخدم النشا غير لما يكون ساقع. وفي الوقت ده هبتدي بقى احمر الفراخ بتاعة الفتة. معايا طاسة فيها شوية سمنة وشوية زيت. هنزل بجزء صغير من الفراخ اللي انا متبلاها ليلة كاملة او 5 ساعات قبل ما اشتغل بيها. هنزل بجزء صغير. اوعي تنزلي بالفراخ كلها مرة واحدة في الطاسة، هتجيب ميتها وتفقد الطعم والشكل اللي احنا عايزينه في الوصفة دي. بعد ما تشوحي كده تشويح سريع، طلعي الكمية اللي انت حمرتيها دي في صاج او في صينية عشان لسه هتدخل الفرن. عشان كده بقولك اوعي تقرصي عليها بزيادة في التسوية. شوحي تشويح بسيط وارفعي بعد التشويح في الصينية وانزلي ببقية الكمية. لسه دي هندخلها تحت الشواية عشان تاخد اللون احمر بزيادة. دي اخر كمية من الفراخ. لاحظي ان انا ما بقلبهاش اول ما بنزلها، انا بسيبها تاخد صدمة. ودي الفراخ بعد ما شوحناها افرديها كده في الصينية بتاعتك، ما تخليليش حتتين فراخ فوق بعض علشان هدخلها تحت الشواية تاخد اللون، تتشعوط كده وتاخد اللون المحمر. انا عايزة احس ان انا جايباها من سيخ شاورما. وبعد ما الوش الاولاني كده يتشعوط وياخد اللون الاحمر الجميل ده، قلبيها وخليها تاخد كمان شوية. شايفين الجمال؟ شايفين التحميرة الجميلة دي؟ وفي نفس الوقت حاطة حتة فحم عشان تعليلي بالطعم ونقول هو ده. انزلي بالزيت كده وغطي الزيت على الفحم وغطي الصينية على طول. وبكده مش ناقصنا غير الرز بتاع الفتة. معايا شوية زيت هشوح فيهم بصلاية بيضة صغيرة مفرومة، وهي بتتشوح هنزل عليها بنص معلقة كركم وكاري و2 ليمون من الاسود ده وورقتين لورا وعود قرفة وشوية فلفل اسود. شوحي البهارات دي وخلي ريحتها كده تنتشر وتملى البيت. وبعد ما اشوح تشويح بسيط هنزل بالرز المصري العادي بتاعنا. شوحي الرز وخليه يسخن جدا جدا ويشرب من البهارات دي. وبعد ما اتأكدت ان الرز سخن جدا هنزل عليه بكمية من المية السخنة. مهم قوي ان المية تبقى سخنة عشان الرز يفلفل كده معاكي وما يعجنش. انزلي بقى بكمية المية وتبلي الرز بتاعك بالملح وحطي كمان مكعب مرق. سيب الرز لما يتشرب بالشكل الجميل ده وبعدين قطعي عليه مكعب زبدة كده واوعي تقلبيه في الوقت ده. لما تلاقي الرز عامل الخرام دي سيبيه شوية وبعدين قلبيه. وبعد ما الرز استوى حمرت له كمان حتة فحمة هو ده، وانزلي عليها بشوية زيت سخن وسيبيه يتشرب. قبل ما نجمع طبق الفتة لسه قدامنا شوية وقت على المغرب، قلت اعمل شوية عصير صوبيا يبلوا رقنا في الحر ده. انا معايا هنا صوبيا جاهزة بجيبها اسمها صوبيا عمان، بصراحة عجباني جدا. هحط عليها 2-3 من الصوبيا في الخلاط وانزل عليه بمعلقتين لبن بودرة وانزل عليه بشوية فانيليا والسكر بتاعك للتحلية. وهنزل عليه بشوية مية، لو عندك لبن فريش يبقى احسن. وهنزل كمان بطبق كده مليان تلج. اضربي بقى كل المكونات مع بعض، الصوبيا والسكر والفانيليا والتلج والمية، وصبي بقى واشربي احلى شوية صوبيا. الله الله عليها في الحر ده. شايفين؟ ما خدتش مننا اي وقت. في وسط وانا بشتغل عملت كمان العصير. وصبي بقى في الشوب واشربي وقولي الله الله يا سلام. يبقى كده مش ناقصنا غير نجمع الطبق. المغرب قرب، يلا بقى نجمع طبق الفتة بتاعنا. في طبق التقديم انزلي بكمية من العيش المحمص اللي لونه ذهبي جميل اللي رشينا عليه شوية ملح وفلفل اسود. انزلي عليه بقى بكمية من الرز الاصفر المبهر اللي ريحته مالية البيت. العيش يا جماعة ده احنا مش بنبله بشوربة، هو هيطرى من الرز السخن، عشان كده لازم تنزلي على العيش برز يكون سخن. العيش هيبقى يجمع بين الطراوة والنشفان بطريقة هتحسي بمتعة وانت بتاكليه على الفطار. بعد ما ظبطتي كده شكل الرز وحطيتي كمية مناسبة انزلي بقى بالفراخ اللي واخدة ريحة الشوي اللي يعني هتستطعمي بكل قطمة منها. شايفين لونها؟ شايفين التحميرة اللذيذة؟ ده انا قطعها من سيخ شاورما مش عاملاها في البيت. بعد ما نزلتي بكمية مناسبة فاضل أكمل اللوحة الفنية دي بشوية تومية. حطيتها في علبة كاتشب عندي فاضية ورصيت كده ورشيت على وش الفتة بتاعتنا وخليت الصورة تكمل بالجمال ده ونزيد جمالها برشة بقدونس.
وده كان فطارنا النهارده في يوم جديد من ايام رمضان. عملنا الفته السوري بطريقه لذيذه جدا هتعجبك جدا، اتمنى ان انت تجربيها. وقدمناها مع التوميه بطريقتها الاصليه، وسلطه خضراء وخيار مخلل وشوب بالصوبيا المتلج. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفتي، ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعموني سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.